السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ريسيطا سولو وصفات لولو. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا واحد العجينة سحرية او فطائر بعجينة رائعة البنات، مع حشو، يعني بدون اننا ما نشحروه او اي حاجة. كنحطوا الحشو مباشرة في العجين وكندخلوها للفرن. عطوا واحد الفطائر رائعين مذاقا وشكلا. المهم غنخليكم مع الصور وندوزوا للمقادير وطريقة التحضير. ولأول مرة كيشاهد القناة ديالي كنقول لك شكرا على المشاهدة، واشتركوا في القناة وديروا لايك وشير مع العائلة والأصحاب، وشكرا. بسم الله على بركة الله. غنجيب إناء غادي نوضع فيه 250 مليلتر من الماء الدافئ، مع نص معلقة كبيرة ديال الملحة، المهم الملح حسب الذوق، 2 معالق ديال السكر، ملعقة كبيرة مملوءة ديال خميرة الخبز، مع 2 معالق البنات ديال الزبدة. صافي هاد المكونات غنخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نضيف 600 حتى 700 غرام ديال الدقيق الفورص. الدقيق الفورص غادي نبقى نضيفو تدريجيا، لان النوعيه ديال الدقيق البنات كتختلف. غادي نغربلو ونضيفو تدريجيا. العجين اللي غادي نحصلو عليه هنايا غتكون شويه قاصحه ماشي رخوه، وغتبقى واخا قاصحه غتبقى شويه تلصق في الايد، وما كندلكوهاش، غير كنجمعوا العجين وواحد شويه، واحد دقيقه ولا جوج كندلكوها، كنجمعوها ونخليوها ترتاح. صافي غادي نبقى ندخل في الدقيق مع المكونات اللي ضفت. كنحصلوا على هذا العجين كندلكو واحد دقيقه حتى لجوج دقائق على هذا الشكل. صافي وتنجمعوه ونخليوه حتى كيتضاعف الحجم ديالو، حتى كيختمر. غادي نغطيوه ببلاستيك ونخليوه حتى كيختمر. عاد غادي نكملوا الوصفه. عرفتي البنات هذا العجين رائع، ورغم اننا ما كندلكوش كيتطلق بوحديتو، يعني سهل، والنتيجه ديالو مدهشه او رائعه كيف تنقولوا. صافي غندوزو الحشو. عندي هنايا 500 غرام ديال السردين اللي شديتها وقطعتها شرائح رقيقه. المهم الحشو البنات لكم الاختيار في الحشو اللي بغيتو. عندي بصله اللي فرمتها من قبل، قطعتها صغيره حتى هي غادي نضيفها، مع القليل من الزيتون، شرائح من الزيتون. المهم الحشو لكم الاختيار فيه. صافي غادي نضيف دابا التوابل. عندي هنا القليل من البزار، سكينجبير، الفلفل الأسود اللي هو الإبزار عفوا، مع القليل من الكمون، 2 فصوص 3 ديال الثوم. مهم كاع التوابل اللي كتحبوا يمكن لكم تضيفوهم. قليل من البابريكا، وقليل من قزبر ومعدنوس، وملعقة من عصير الحامض، عفوا ماشي نصف عصير حامضة، ملعقة كبيرة ديال عصير الحامض، مع الملح طبعا حسب الذوق. غنضيفو غير القليل من الملح لان الزيتون عندنا مالح من قبل. صافي غادي نخلط هاد المكونات كامله مع بعضها البنات. هاد الحشو اللي غادي نديرو غادي نخلطو حتى ينسجم مع بعضياتو، ونحطو جانبا، ونبداو دابا في العجين، نسرحو في العجين. غادي نحاولوا اننا البنات نسرحوا العجين كامل ونحطوه جانبا، عاد نبداو نوضعوه في الحشو باش تجينا الطريقه سهله. هنا من بعد ما اختمرت لي العجينه كيف ما تلاحظوا كيكون الشكل ديالها هو هذا او ضعفت. نخليوها لمده 15 دقيقه حتى كتختمر. كيكون الشكل ديالها هو هذا. كنرش سطح العمل بالدقيق، وغادي نقطعها على جوج. عاد غادي نشكل على شكل طولي، عاد غنقطعها الى قطع صغيره. المهم لكم الاختيار قداش، يعني الحجم ديال الكره او ديال العجين قداش ما بيتوه. هنا كل وحده غادي نشكلها على 6. صافي وغادي نديرهم على شكل دائري ونحطهم جانبا، ما نخليهم لا يختمروا حتى حاجه. صافي غير كنشكلهم وكنبداو نسرحوا في العجين. كنجيبوا مدله كنرشوا شويه بالدقيق، لان العجين كيف ما قلت لكم فيه الزبده كيبقى يتلصق في اليد. صافي نبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل العجين اللي عندي، ونبدا نسرح في العجين. هاد العمليه مهمه البنات، اننا ندوروا العجين بهاد الطريقه، وضروري البنات نرشوا شويه الدقيق.
راكم عارفين مع العجينه كتكون تلصق شويه، ضروري ما نرشو الدقيق ونحطوهم. ملي نحطوهم نغطيوهم ونوضعوهم في شي اناء ونغطيوهم بداك البلاستيك الاول. هنا البنات سرحت العجين كيف ما تلاحظوا، غنوضع قليل من الدقيق وغادي نبدا نسرحو، ما ترقوش بزاف. كيف ما تلاحظوا في الصوره رققتو شويه. من الاحسن اللي كيبغي هكا بحال القطن يجي من الداخل ما ترقوش بزاف، خليوه شويه غليظ او السمك ديالو يكون شويه غليظ، ما ترقوش لهاد الدرجه اللي رققت انا، خليوه شويه رق منها غلط من هكا. صافي من بعد ما سرحت العجين كامل غادي نجيب اي سكين او هاد القطاعه المهم اللي عندكم او ديال البيتزا حتى هي يمكن لكم تستعملوها، وغادي نوضع اشرطه كيف ما تلاحظوا في الصوره. ما غاديش نخرجهم كاملين، غنخلي فين نحط الحشو والجهه الاخرى غادي نوضع فيها اشرطه. صافي غادي نحط الحشو دابا في الجوانب، البلاصه اللي ما وضعتش فيها اشرطه تما فين غادي ندير الحشو. هانتوما كتلاحظوا صافي غنبقى حتى كنوضع الحشو في العجينه كامله. مده الطهي ديالو البنات كطهيوه على نار مهيله. في الاول كيكون الفرن ساخن وكتدخلوا كتنقصوا البوطه وتخليوه يطيب على خاطرو باش حتى الحشو حتى هو يطيب مزيان. صافي غنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل كاع الحشو نحطو في العجين، عاد غنوريكم الطريقه باش كنلفوا العجين. هنا الطريقه ديال اللف ديالو، كنهز العجين كندورو وكنحاول نحطوه فوق العجينه. هانتوما كيف ما تلاحظوا من الاحسن نخليكم تشوفوا. صافي وكنسدو الجوانب. هذا هو الشكل ديال العجينه كيف تجي. الصراحه الشكل ديالها انيق ورائع ومختلف. كنهزو ندورو على العكس وكنغطيو بها العجين او الحشو. صافي وتنحاولوا نقادو الجوانب ونسدوه. صافي كنحطوهم في طاوه كندهنوها من قبل بالقليل من الزيت. دابا البنات الفرن كيكون ساخن. صافي غادي نكمل العجين وغادي ندهنو بالقليل من البيض وقطرات من الخل والقليل من الحليب. غادي نخلطو صفر بيضه مع قطرات من الخل والقليل من الحليب. صافي ندهن الوجه ديال هاد العجين وكندخلها الفرن على نار مهيله. كيف ما قلت لكم الفرن يكون ساخن ونار تكون مهيله البنات. صافي هذا هو الشكل ديالها. صافي البنات من بعد ما كندهنها بالبيض كندخلها للفرن كيف ما قلت لكم طريقه الطهي نصف ساعه او اقل على حسب الفرن. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجات. من بعد ما خرجتها من الفرن كتجي رائعه البنات، لا شكلا ولا مذاقا. صراحه الاضاءه ما عطياش حقها، جات تتبان روعه روعه صراحه. غير جربوها وردوا عليا الخبر. انا غنفتحها من الداخل باش تشوفوا. غنقطع واحد القطعه كتجي رائعه وما كتجيش معجنه، كتجي مقرمشه وزوينه. كنقول لكم شكرا الى وصلتوا حتى لهنا. ما تنساوناش من لايك والبارطاج مع العائله والاصحاب، والى فيديو قادم ان شاء الله.